بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حكايات العشرية السوداء. قبل بدء القصة أرجو منكم الاشتراك في القناة لمزيد من القصص وحكايات واقعية حول العشرية السوداء. اللي راح حاب نحكي القصة تاع حول العشرية السوداء راني حاط الرقم تاعي في القناة وراسلوني في الواتساب. السلام عليكم. اليوم راح نحكي لكم جانا طلع الجبل ودار دراهم كبار وكيفاش صارت الحكاية، وما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله. إذا أول مرة راك تشاهد قناتي ما تنساش دير الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. قصة تاع اليوم صارت في ولاية معسكر. يقول صاحب القصة: في بداية العشرية السوداء كنت صغير، كان في عمري 15 سنة، بصح نعقل على بزاف أحداث صرات في هذيك المنطقة، ولكن الحكاية اللي غادي نحكيها اليوم صرات بعدها صرات حدانا، غير في الكارتي اللي كنت ساكن فيها تاعنا عند جارنا وعاقل عليها مليح مليح. هذا جارنا كان عنده 5 ولاد وخوهم صغير، كان قدي، كنا نلعبوا في فيلاج، كنا دائما مع بعض. وكي بدات العشرية السوداء ولجارنا كبير ولا شيبان بزاف، الأم تاع موالف كنا كل يوم نشوفوه حتى غاب على الكارتي اللي كان عايشين معنا، ولا شيبان بزاف، وما كانش اللي كان دايف فيه ولا شك فيه، على خاطر هو ما كانش هذوك الناس اللي متلمزين باش يشكوا فيهم ويطلعوا الجبل. كان غير هو تاع دعوة الشر. ومن بعد شوية شوية ولا تطلق الهضرة باللي الكارتي باللي راه مع الإرهاب، وكنا حنا نبقاو نسقسو خوه صغير باش نتأكدو، ولينا نقولو لخوه وين راه، ومن نسقسوه عليه يزرع لينا ويقولنا على راكم تحوسوا على خويا. ومن بعد ولا يقولنا راه يخدم عند عمي في الفيرما وراه عايش عنده وميزات يجي. المهم فاتو يامات حتى ولينا نسمعو جوالين يهضروا وشافوه يجيبوا معاه جماعات وياكلوا ويعاودوا يروحوا، ودوروا الهضره في الكارتي بزاف حتى ولينا حنا نخافوا ما نلعبوش معاه. واحد النهار اني عاقل عليه جاء 10 تاع الليل حتى نسمعوا الهضره وطبطي في الدار. طل بابا في منطقه وقعد يشوف، شاف 3 داخلين دارهم. المهم فات واحد الشهر هكا، حتى واحد النهار قاعدين في الليل حتى نسمعوا في الحس تاع الناس برا، والناس يشجرون ناض بابا يجي طفى الضوء، وقعدنا نطلوا المنطقة. رحت انا قعدت حداه وقعدت نطل حتى نشوفوا كارتي معمرة بالبلان تاع العسكر والواطا تاع لي جوندام والعسكر مسلكلين قاع الكارتي كاملة. هادوك قعدوا واقفين عالدار جارنا. بقيت غير نشوفو مخلوق، قلت له راني في فيلم هذا، حتى نسمعو في واحد العسكر يهدر في البارليل وبدا يعيط له على جارنا بهذاك الاسم، بالاسم تاعه. قال له: كمال سلم روحك، ما عندك وين غادي تهرب، على بالنا بلي راك داخل. وبقى يعاود في نفس الهضره، بصح حتى واحد ما بغى يخرج من دارهم. حتى العسكري هذاك عاود قال له: كمال عندك دقيقة واحدة، في هذيك الدقيقة إلا ما تسلمش نفسك غادي نضربوا السكن كاملة ونحرقكم. وسمعنا حتى الحاجة كبيرة تمشي، بصح ما شفناهاش. حتى من بعد واحد شوية بدا يهضر معهم غير من الفوق، قال لهم: صاي ما ديروا والو، راه غادي نسلم روحي. قال: قيس سلاحك ومن بعد خرج يديك من فوق راسك. قص لهم السلاح وخرج، قال لهم: ارقد على كرشك. وخرج قال له: ارقد على كرشك ودير يدك مرا ظهرك. اهبط وراحوا له العسكر وحكموه. مهم رفدوه، وبدا من بعد شافوه الناس جايبين العسكر ولا جوندام وجايين معاه، وجوايه 4 تاع الصباح. واحد كان غير قريب من تما ورالهم واحد بلاصه وقاعد يحفروا، لقاو باللي مخبي سلاح تاع بوليسي، قتلوه وخبوا السلاح تما. ومن بعد داروا مهمة فاتت واحد شهرين على هذاك الضربة.
وكان يديروا واحد الحصه في القناه، كان يقدمها رياض اللي كان داير حصه تاع كل شيء ممكن، كان يجيبوا فيها الناس يعترفوا على الاشياء اللي داروها. المهم الناس اللي عاشت هذاك الوقت يعقلوا عليه مليح مليح. هذيك الحصه مهمه، تفرجنا حتى وروجانا كمال في حصه جايبين يسقسوا فيه ويعترف بالشيء اللي كان اللي داروه وداره. المهم بعد حكموا عليه ب10 سنين حبس بسبب السلاح اللي كان مخبيه في ذاك الوقت. وزاد هو اعترف بالجماعات اللي قتل البوليسي وهو ما كانش معهم، هو دا سلاح برك خباه في ذاك البلاصه. المهم بعد خرج في الحبس جوايه 2004 2005. هما كانوا الناس على قده، كان ناس فقراء خوتا، كان كل واحد وش يخدم، اللي كان يبيع الخضره، واحد يبيع السردين، واحد اخر خوهم صغير كان يبيع ويشري في السوق. المهم بعد خرج من الحبس مرة بواحد العام شرا لوطو وشرا اكسن جديدة في عامها. من بعد شوية حتى خو صغير شرا له لوطو اكسن، وبعدها قوة عليه هضرة بزاف، حتى سمعوا باللي مني كان في الجبل كان يطيحوا على الاصحاب يدونهم الدراهم، وكان يدونهم الذهب تاعهم ويدونهم صوالحهم، وكان يخبوا فيهم. والنهار خرجوا من الحبس راح جبد هذوك الدراهم. من بعد هو فتح الحانوت تاع تاع حانوت تاع القش وحل حوانيت بزاف. المهم من بعد ولا يشري في السكاني. مهم بعد بواحد السنين ولا في المشاكل، وخوه ولا يبيع كيف كيف، بالرغم انه كان عنده حانوت وطاح بصح دخل روحها في طريق الحرام. هو ولا يجيب الكاشيات تاع حدود تاع مروق، حتى ولا هو يسرب الكاشيات تاع الصوالح. من بعد حكموا عليه في الحدود تاع مغنية، دخل كمية كبيرة تاع كاشيات، هرب وعاود دخل المروك وزاد دار تما مشكلة وحكموا عليه 20 سنة حبس. وخو الاخر كان يبيع كيف كيف، حتى هو حكموا عليه ب15 سنة حبس. وخو الصغير ولا غير تاع شراب ودعوى الشر وزاد تقلب به لوطو. المهم هذه كانت هذه الحكاية، دراهم الحرام ودراهم المساكين اللي قتلوهم وخونوهم. ونقولكم في حكاية أخرى حول العشيرة السوداء. هناك عدة قصص اللي باغي يدخل في قناتي ويسمع، كاين قصص وأحداث واقعية صارت في العشيرة السوداء. والسلام عليكم.